غالبا الفيديو ده هيخليك تغير رأيك عن فوري. السلام عليكم، انا احمد هاشم. في الفيديو ده هنتكلم عن فوري وسترايب اي بيمنت جيت واي، وهنفكر مع بعض هم سكيور ولا لا. احنا ممكن نحط البيمنت انفورميشن بتاعتنا، الكارد انفورميشن، على موقع زي فوري او سترايب عموما. لو انا بدفع اونلاين في حاجه، هل هي حاجه سكيور ولا لا؟ طيب، هو فوري وسترايب او اي بيمنت جيت واي بيشتغل في البيمنت اندستري لازم يكون كومبلاينت مع الاندستري دي. طبعا في سيرتيفيكت للكومبلاينس دي اسمها PCI DSS اللي هي بيمنت كارد اندستري داتا سكيورتي ستاندرد. طيب السيرتيفيكت دي معناها ايه؟ معناها ان انت بتميت الريكويرمنتس بتاعت السيرتيفيكت دي. طيب ايه الريكويرمنتس دي؟ الريكويرمنتس دي كلها ليها علاقه بالسكيورتي، وطبعا احنا بنشتغل في السوفت وير سكيورتي، حاجه مهمه. يمكن في البيمنت اندستري هي اعلى شويه من باقي الاندستريز اللي في الاي تي عموما، لكن هي برضو هتكون مفيده لو الواحد يتعلم الستاندردز دي، ولو عرف يطبق وشاف ان هو بيطبق حاجه منها، وشايف هو مثلا بعيد قد ايه عن البيمنت اندستري دي. اول ريكويرمنت فيها ان انت يبقى عندك فاير وول، وعلى طول هو اب تو ديت، وعلى طول بتريفيو الكونفيجريشن بتاع الفاير وول. هيعمل ايه؟ الفاير وول هيحمي السيستم بتاعك من اي بيهيفير مش اكسبكتد، حد بيحاول يعمل اكسس لاجزاء من السيستم هو ملوش اكسس عليها، سواء كانت internally او externally. يعني مثلا في اجزاء من السيستم طبيعي تكون exposed to the internet، مثلا لود بالانسر او حاجات زي كده، طبيعي ان هي تبقى exposed على الانترنت، وفي ناس بتعرف تعمل لها اكسس من بره. وفي اجزاء من السيستم مش متوقع ان انت يبقى ليه اكسس عليها من بره، زي مثلا السيستم نفسه اللي انت عامل عليه سيرفيسز، سواء انت بتستور الكارد انفورميشن او بتبروسس الكارد انفورميشن. طبيعي ان انت تكون حاطط الاجزاء دي من السيستم في نتورك زون تانية خالص ملوش علاقه خالص بالانترنت، وطبعا كل حاجه يبقى عليها في فاير وول ما بين النتورك زونز دي، عامل وايت ليستنج بالظبط لايه مثلا الاي بيز اللي تقدر تكلم بعض، او ايه البورتس اللي مفتوحه. طبعا حاجه تانية من الريكويرمنتس بتاعه الPCI ان انت عمرك ما تستخدم الديفولت باسوردز. طبعا اي تول عندنا لما نيجي نعمل انستول لحاجه بيبقى فيه مثلا زي ديفولت يوزر نيم وباسورد، زي مثلا ادمن، وفي باسورد زي تشينج مي، ويلكم 1 2 3، والحاجات اللي هي الديفولت دي. الطبيعي ان انت اول ما تنزل السيستم ده هتعمل كونفيجريشن وهيبقى فيه عندك باسورد غير الديفولت باسورد. دي حاجه منطقيه، مش لازم تكون مرتبطه بالبيمنت اندستري، بس طبعا دي من الريكويرمنتس بتاعه الPCI. برضو ريكويرمنت تاني ان انت الكارد انفورميشن تبقى عامل لها بروتكشن وتعمل لها ستور لما انت تكون محتاجها في البيزنس كيس بتاعتك. يعني مثلا انا ببروسس بيمنت، طبيعي ان انا يبقى عندي الكارد انفورميشن دي في جزء من السيستم، وطبيعي ان انا اعمل لها ستور از لونج از ان انا بعمل بروسس مثلا للترانزاكشن دي اونلاين. عندك برضو اسباب تانية ان انت تعمل لها ستور ليجالي. يعني مثلا انا طبيعي ان يكون عندي الكارد انفورميشن دي لفتره كافيه، ان لو حصل مثلا تشارج باك، في يوزر مثلا قال الكارد انفورميشن بتاعتي استخدمت وكان في مثلا تشارج عليه، هو مش شايف ان هو عمل البيمنت دي، ما عملش اوثرايزيشن للبيمنت دي، فطبيعي ان انا يكون عندي الكارد انفورميشن عشان اعرف اديبج واشوف الكيس دي ايه مشكلتها. طبعا الحاجات دي طبيعي ان هي تكون ستورد سكيورلي، لان هي طبعا سنسيتيف انفورميشن، والموضوع ان هو ازاي نستور الكارد انفورميشن سكيورتي ده موضوع في حد ذاته ممكن نعمل عليه فيديوهات. في ريكويرمنت تانية ان انت تانكريبت كل الترانسميشن ما بين البابليك نتوركس والريسورسز، بمعنى ان انت اي حاجه جايه لك من الانترنت طبيعي تكون انكريبتد. يعني طبعا بتستخدم TLS، وبتستخدم مثلا لو مع كاستمرز بتستخدم SFTP، وبتستخدم الليتست والسترونجست سايفرز. يعني مش بتقبل حتى انكريبشن يكون مش سترونج او يكون فيه مشكله. طبيعي لازم يكون عندك الليتست سترونجست سايفرز هو بس اللي بتقبلها، وبتريجكت اي ريكوست يكون مش بيميت الريكويرمنتس دي، سواء كانت على النتورك او حتى على الواي فاي. حاجه تانية ان انت يكون عندك انتي فيروس على كل الماشينز او كل اللابتوبس والورك ستيشنز اللي بتعمل اكسس للسيستم ده. كل الموظفين عندهم لابتوبس، عندهم موبايلز، يقدروا يعملوا اكسس على السيستم بتاعك. طبيعي تفورس ان في انتي فيروس اب تو ديت وبتعملوا مينتنس كويس، والانتي فيروس ده انستول على كل ماشين ليها اكسس على السيستم بتاعك. في برضو ان انت تديفلوب سكيور سيستم او ابلكيشنز عموما. طبعا دي بقى ايه؟ يعني السكيورتي بتاعت الابلكيشن بتاعتك. يمكن دي الابلكيشن ديفلوبمنت بارت، اللي هو انت عندك مثلا ابلكيشن طبيعي ان انت تعمل عليها سكان، سواء ستاتيك سكيورتي سكان ان انت تشوف ايه الفولنربيلتيز اللي موجوده عندك، وبرضو تعمل دايناميك سكان بحيث ان الابلكيشن اب اند راننج مثلا في تيستنج انفايرمنت تقدر تشوف اذا كان في اي اكسبوجر او حاجه زي كده. طبعا برضو يكون عندك اب تو ديت انفورميشن
انفورميشن بكل الاكسبوجرز اللي موجوده في اللايبرز او التولز اللي انت بتستخدمها، لان مفيش حد في الدنيا بيبني سوفت وير بكل الكود اللي هو بيكتبه. طبيعي ان انت بتديبند على لايبرز، طبيعي ان انت بتديبند على فريم وركس، طبيعي ان انت بتنستول تولز او داتابيزز، مسج كيوز، كل الحاجات دي انت مالكش كنترول عليها. وطبيعي ان انت تكون منزل الليتست سكيورتي باتشز ومتابع كل لايبرري انت بتديبند عليها. اذا كان في اكسبوجر سي في اي في حاجه معينه انت بتستخدمها، لازم تاخد بالك من الليتست، ويبقى على طول عندك باك لوج بكل الاكسبوجرز اللي عندك، بكل سي فيز اللي عندك، وترتبهم بالبريوريتيز، بحيث ان انت مثلا لو في حاجه لور بريوريتي، بحيث ان لو في حاجه لور بريوريتي ما تبداش بيها، انت على طول بتبدا بالهايست بريوريتي. ريكويرمنت ثانيه برضو ان انت تريستريكت الاكسس تو ذا كارد داتا، مش بس ان انت تعمل سكيورتي على ان مين يقدر يعمل اكسس على الكارد انفورميشن دي، كمان انت لازم يكون في زي اوثرايزيشن سيستم، بحيث ان انت لو في يوزر اكس مثلا بيعمل تكنيكال سبورت لكيس ومحتاج ان هو يشوف معلومه عن الكارد انفورميشن دي، مش الطبيعي ان هو يعمل اكسس without reason. يعني لازم يبقى في سبب، لازم يكون في سيتويشن، لازم يكون في كيس مفتوحه. ما ينفعش افتح الموضوع ده يعني من غير ليميتيشن، لازم يكون في ليميتيشن، لازم يكون في سيتويشن، لازم يكون في سبب، ولو ما فيش سبب ما ينفعش ياكسس الكارد انفورميشن. حاجه ثانيه ان اي يوزر عندك في السيستم بتاعك لازم يكون ليه يونيك ايدنتيفاير. يعني انا يوزر، موظف جنبي يوزر، اي حد من اول السي تو او لكل الناس اللي موجودين جوه السيستم ليهم اكسس على السيستم ده، لازم يكون ليهم يونيك ايدنتيفاير زي مثلا LDAP، ويبقى عندك 2 فاكتور اوثنتيكيشن، ويكون في 2 باسوردز، وطبعا باسورد منهم تبقى دايناميك، ما ينفعش ان انت يبقى ال2 باسورد ستاتيك علشان برضو تعلي السكيورتي. ريكويرمنت تاني كمان ان انت تريستريكت الفيزيكال اكسس، سواء للشركه نفسها، المكاتب اللي انت بتشتغل فيها، او حتى الداتا سنترز. يعني لازم يكون المكان ده سكيور، ولازم يبقى فيه زي اوثرايزيشن سيستم بيقول مين اللي ليه اكسس على ايه بالظبط. وفي نفس الوقت لازم يكون الناس اللي شغاله في المكان يكون ليهم ايدنتيفاير، وسهل ان انت تعرف مثلا من الاي دي التاج بتاعه اللي هو معلقه، تعرف هو مين، وبالتالي تعرف اذا كان الشخص ده ليه اكسس اصلا على المكان اللي هو فيه ولا لا. كمان الكومبلاينس برضو بيتطلب ان انت يكون عندك تراكنج مونيتورنج لكل الاكسس اللي بيحصل، بحيث ان لو في حصل اي داتا بريتش او حصل اي مشكله تبقى عارف بالظبط تعمل لها تراكنج، وتعرف مين اليوزر اللي تسبب في المشكله دي، او على الاقل تبدا تعمل بلوك لليوزر ده او اليونيك اي دي ده، وتبدا تتراك مثلا ايه السبب وايه اللي حصل، بحيث ان انت سهل ان انت تعرف كمان الاوديت بتاع السيستم من اول مثلا ما حصل مشكله، تبدا تعرف تتراك ايه بالظبط اللي حصل. وطبعا في ريكويرمنت تاني ان انت بتكتب سوفت وير، الكود ده مش بس كاتبينه مره علشان نعمله ديبلوي وخلاص، طبيعي ان انت بتعمل ديفلوبمنت في السيرفيسز دي، وبالتالي ممكن لو حاجه امبارح كانت سكيور بعد الكود تشينج الجديد ده ما بقتش سكيور، وبالتالي لازم يكون عندك جزء من السي اي سي دي بيعمل تيست للسيستم بتاعك، بحيث ان انت تبقى على طول عندك الكونفيدنس للسيستم ده سكيور واب تو ديت، ويكون بتعمل تيستنج على طول للسيستم، بحيث ان انت تبقى عارف ان السيستم بتاعي على طول سكيور، سواء كان امبارح قبل التشينج او النهارده بعد التشينج. واخر ريكويرمنت معانا ان انت يكون عندك بوليسي واضحه بتقول فيها انا ازاي هعمل اويرنس للسكيورتي بتاعت الانفورميشن اللي احنا بنعمل لها بروسيسنج او بنعمل لها ستور لكل الموظفين، خصوصا نيو هايرز، ان انت تكون عندك على طول في ريجولار كورسز، مثلا مرتين في السنه بتعمل كورسز، وبتعمل زي دريلز، ان انت مثلا بتبعت زي فيشنج ايميل مثلا وتشوف الناس هتنتراكت معاه ازاي، وتحاول تعمل تيست واويرنس لكل الناس اللي شغاله معاك. وكمان يبقى عندك بوليسي واضحه بتقول لو حصل داتا بريتش، يعني مثلا حد عمل شير مثلا لباسورد بالغلط على تشات او على ايميل، ساعتها يبقى عندك ستيبس معروفه وبوليسي معروفه ايه الستيبس اللي انت محتاج تعملها علشان تاوفركم المشكله دي. ده كان باختصار الفيديو بتاع النهارده، اتكلمت على البي سي اي دي اس اس ستاندرد، وازاي ان دي بتخلي البيمنت اندستري واحده من اعلى السكيورتي ستاندردز اللي في الاي تي عموما، وفوري طبعا واحده منهم، فوري بي سي اي دي اس اس سيرتيفايد، سترايب اوف كورس برضه هو سيرتيفايد بالبي سي اي. ودي حاجه كده مختصره، ممكن بقى نبقى نعمل فيديو تاني عن التفاصيل بتاعه السيستم نفسه، لو انا هعمل ابلكيشن ازاي ان انا اعمل ستور للكارد انفورميشن والسنسيف انفورميشن دي، بحيث ان هي تبقى كومبلاينس مع الستاندردز دي. اتمنى الموضوع يكون مفيد وسهل، ولو في حد عنده اي سؤال ممكن يكتب لي في الكومنتس او يبعت لي، وان شاء الله هجاوب. شكرا.